تفاصيل رحيل المدرب بيتكوفيتش. أبدأ معكم في الثالث من جويليا مباشرة بعد مباراة سويسرا في فندق بفانكوفر الكندية. دخل الناخب الوطني السابق بيتكوفيتش إلى الفندق، طلب مقابلة رئيس الاتحادية ومجموعة من المسؤولين في الفريق الوطني. أعلم الجميع أنه لا ينوي البقاء في الفريق الوطني. في الرابع من جويليا أي غداة مباراة سويسرا التقى بيتكوفيتش مجددا مع عدد من أعضاء الفريق الوطني، وجدد لهم أنه رسميا لا ينوي البقاء في الفريق الوطني، وطلب من المكلف باللوجستيك أن ينقل له كل أغراضه حتى تلك المتواجدة في سيدي موسى إلى أو يتم نقلها إلى بيتكوفيتش. هنا بيتكوفيتش خرج من فانكوفر متوجها إلى عائلته مستقيلا من العارضة الفنية. في السابع من جويليا أو في الثامن سابع من جويليا، أنا أتكلم عن الإيميلات، أنا أتكلم بالإيميلات ولا أتكلم بلغة التكزان. في السابع من جويليا وبعد تلك الحملة التي تمت ضد الاتحادية وبيتكوفيتش، كان هناك ممارسة ضغط على الاتحادية لإقالة المدرب بيتكوفيتش. محامي المدرب السابق بيتكوفيتش أو كيش نقولوا حنا تبين له أمر آخر، وهو هنا الأمر يختلف. أعود بكم إلى الرابع من جويليا، نقطة مهمة جدا. أو كيش نقولوا حنا تبين له أمر آخر، وهو هنا الأمر يختلف. أعود بكم إلى الرابع من جويليا، نقطة مهمة جدا. الرابع من جويليا بالحرف الواحد. أنا أتحدث وأنا كنت متواجد في الفندق في فانكوفر. قال بيتكوفيتش، قال لمجموعة الأعضاء الاتحادية أو حتى أعضاء الفريق الوطني: أطلب منكم العمل بالبند الذي ينص على فسخ العقد بالتراضي. هذا البند يفرض على الاتحادية دفع 3 أشهر راتب لبيتكوفيتش. أنا كل الكلام اللي نقوله لكم لا يستطيع نفيه لا بيتكوفيتش ولا محامي بيتكوفيتش، لأنه موثق. احنا من رابع من جويليا، رانا في سابع من جويليا. سابع من جويليا قلت بعد تلك الحملة التي قيدت ضد الاتحادية وبيتكوفيتش، والتي كانوا يطالبون من الاتحادية إقالة بيتكوفيتش من على العارضة الفنية. محامي بيتكوفيتش أرسل إيميل للاتحادية يطلب منهم التريث في تفعيل البند، مطالبا بتعويض سنة على الأضرار التي نجمت، يقول في الإيميل، على كل تلك الهجمات ضد المدرب بيتكوفيتش والتي قد تجعله لا يدرب أي فريق لمدة سنة. في التاسع من جويليا راسلت الاتحادية محامي المدرب بيتكوفيتش، أكدت له التزامها بتفعيل المادة المتعلقة بفسخ العقد بالتراضي، وإلا فباب المنتخب مفتوح لبيتكوفيتش حتى يعود لتدريب المنتخب. هنا في هذه النقطة سنفسرها بعدين لماذا أكدت الاتحادية هذا، لأنها تفطنت لشيء آخر. في حتى فقط أنا لأنه نتكلم، أنا قلت وتحديت أي شخص أنه يعارض الكلام نتكلم بالتواريخ. 19 جويليا راسل محامي بيتكوفيتش الاتحادية يطالب فيه بتخفيض التعويض إلى 6 أشهر بدل سنة. 21 جويليا الاتحادية ترد على المحامي أنها ملتزمة إما بنقطتين: فسخ العقد بالتراضي أو العودة لتدريب الفريق الوطني. لهذه النقطة محامي بيتكوفيتش لم يرد، ولا الناخب الوطني السابق بيتكوفيتش. إلى غاية 25 جويليا راسلت الاتحادية محامي بيتكوفيتش وراسلت بيتكوفيتش وأرسلت معه تذكرة سفر العودة إلى أرض الوطن بتاريخ مؤرخة بتاريخ 1 أو 30 من أوت للدخول أو للعودة إلى العمل كناخب وطني أو للمواصلة. نعم، بيتكوفيتش لم يرد إلى غاية 1 من أوت. محامي بيتكوفيتش يراسل الاتحادية يحاول كذلك فسخ العقد ب6 أشهر تعويض. الاتحادية ترد بشكل رسمي أنه الآن نحن نتكلم عن اعتراض عن العودة، وهذا البند بحد ذاته يعني يمكن للاتحادية أنها يكون ضد المدرب بيتكوفيتش لأنه لم يعد إلى العمل. مباشرة محامي بيتكوفيتش طلب بوثائق المتعلقة بفسخ العقد بالتراضي بتعويض 3 أشهر عن راتبه الشهري. إذن أنا لما نتكلم عن راتب بيتكوفيتش أنه 3 أشهر، شفت الكثير تحدث قال أنه في البيان لم يصدر نقطة ولم تصدر نقطة متعلقة بتعويض 3 أشهر. إذا كانت من المواطنين العاديين أتقبلها والآن راح نفسرها لكم، ولكن إذا كانت من النخبة ومن الصحفيين فأنا متعجب ومصدوم. إلى هذا الدرجة يجهل صحفي قانون متعلق في قسم يعمل به في العقود التي تجمع بين المدربين والاتحاديات؟ هناك بند يتحدث عن سرية أو سرية المعلومات والمعطيات المادية. هكذا أستاذ. إذن الاتحادية لا تستطيع أن تخرج ببيان وتقول فيه أنه سنعوض بيتكوفيتش 3 أشهر. مستحيل، لم تحدث في أي اتحادية. حتى نعود بكم إلى وقت مضى. الكاريز مثلا، الكاريز تم فسخ العقد معه، متى اكتشفنا أنه أخذ 1,500,000 أورو هكذا